احنا نروح لاسكندريه. الزميل ابراهيم زيتون مدير مكتب الدستور ومراسل الفرعين بالاسكندريه لنستمع لما عنده من احداث بالاسكندريه. صباح الخير زميل ابراهيم. صباح الخير يا محمد بيه. اتفضل يا فندم. والله فضيحه حضرتك، انت بتتكلم في فضيحه، انت حضرتك بتتكلم هي في فعلا فضيحه اخلاقيه فضيحه اخلاقيه حاجه يعني ووطنيه وخيانه عظمى لهذا الوطن. دي خيانه عظمى للوطن يا فندم. ايه ده دي حاجه قميئه، حاجه زباله. قول لنا ايه في اسكندريه يا استاذ ابراهيم؟ فندم اسكندريه شهدت امس يعني حاجه تعتبر طلبه الجامعه استغربوا منها، وهو بعد عام من الاختباء وظهر لينا احمد حراره ودومه والعليمي. مين العليمي بقى؟ زياد العليمي؟ اللي هو زياد العليمي اللي هو بتاع 6 ابريل يا فندم. دولت اصلا كانوا في جامعه الاسكندريه عند اسره اسمها اسره صوت الميدان في كليه الاداب. حضر حوالي زي 200 طالب، عملوا ترادف وعملوا منصه ووقفوا مسكوا الميكروفون. كان حوالي زي بالكثير خالص 200 طالب من 6 ابريل والدستور والاشتراكيين الثوريين، هم الطابور الخامس اللي كان بيقول عليه. قول لي ايه الموضوع يا استاذ ابراهيم عشان وقت الموضوع اصلا كان عباره عن حاجه واحده بس. هي الهجوم على الجيش والشرطه وسب المتظاهرين في 30 يونيو. يعني احمد دومه احمد دومه اللي محبوس الحقيقه ثوره 30 يونيو اصلا. احمد دومه كان محبوس ايامها. احمد دومه وزياد العليمي واحمد حراره سبوا ثوار 30 يونيو. قالوا ايه يعني؟ عبيد البياده. طبعا في 5 اسر من داخل الجامعه ردت عليهم بطريقه اسر طلابيه. عشان نوضح طلابيه. ردت عليهم بهتافات الجيش والشعبي الواحده. ولكن المدهش بقى في الموضوع ان كان الكلام ده كان الساعه 12، كانوا منظمين برضه وقفه احتجاجيه قدام كارفور على اول الطريق الصحراوي الساعه 4، ولكن انصرفوا فور ان راوا ان حوالي 5 6 بس من المنظمين هم اللي حضروا. الزياره ديت يا محمد بيه ادت الى انتشار كثير من الاسئله وسط الطلبه، وهي ان في ناس عايزه تقدم بلاغات ضد احمد حراره تتهموا فيه بالنصب على الشعب المصري، بالتحريض يعني. وان هو اصلا مش مصاب في عينيه، وان هو لا 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 انا مش معاك في ده. الراجل مصاب في عينيه الاثنين. اتفضل. طب في اسئله انا ارجوك استاذ ابراهيم. احنا هنا اتعودنا دايما، وانت كمان اتعودت معانا على ده، ان احنا بنقدم للمشاهد الحقيقه. انت كل اللي قلته انا بنقل ما دار من احاديث. لا يجب علينا ان احنا نوضح برضو الان ان هو لا مصاب في عينيه الاثنين، هو فقد عينيه الاثنين. طيب استاذ ابراهيم، عندك ايه في اسكندريه تاني عايز تقوله لنا بس في عجاله ارجوك؟